مشاهدي المصرية في كل مكان، مساء الخير واهلا بكم جميعا معانا وحلقة جديدة وكلام جريء، ودائما على شاشة المصرية من التلفزيون المصري كلام جريء يقدم اليكم بشكل يومي لنتناول المشهد السياسي بكل تفاصيله. يمكن كان في حكم صدر الاسبوع اللي فات الاثنين 18 فبراير، الحكم باعادة قانون الانتخابات لمجلس الشورى لاجراء بعض التعديلات عليه باسلوب المراقبة السابقة لصدور القانون. تمت التعديلات في 72 ساعة ورد القانون قدم لدكتور محمد مرسي واقره امبارح بصلاحيته ونفاذه، تحديد موعد الانتخابات والاقرار ان الانتخابات هتتم على 4 مراحل. نتكلم بالتفصيل في هذا القانون مع ضيفنا اللي مشرفنا المستشار كمال الاسلمبولي الفقيه الدستوري. اهلا بحضرتك معانا. بنوه ايضا ان احنا في انتظار استاذ دكتور محمد يوسف عضو اللجنه التنفيذيه والتشريعيه بمجلس الشورى علشان يكون معانا ونتناول وجهتين النظر فيما يتعلق بهذا القانون. اولا، كيف تقرا قرار المحكمة الدستورية العليا بوجوب رجوع القانون لمجلس الشورى لإجراء تعديلات عليه؟ وعايز أبدأ من نص المادة 177 من الدستور. المادة 177 ادت ان يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشاريع القوانين المتعلقة بمباشرة الحقوق السياسية أو الانتخابات التشريعية الرئاسية أو الانتخابات التشريعية أو المحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها. والفقرة اللي بعد كده قالت المحكمة الدستورية في خلال 45 يوم ترد برد إيجابي، إذا ما ردتش يبقى يعتبر مشروع القانون ساري. الفقرة اللي بعد كده قالت إنه إذا المحكمة الدستورية لقت هناك عوار دستوري بترجع ليه في خلال 45 يوم لمجلس النواب لإجراء تعديلات ملاحظاتها ليجرى التعديلات على مقتضى قرارها. كويس. اللي بعد كده طالما استوفينا النقاط دي، النقطة دي المهمة اللي جاية بقى لأن دي آخر فقرة، إنه لا يجوز عرض هذه المشروعات أو لا تكون محلا لرقابة لاحقة. كويس. يعني لا يحق للمحكمة الدستورية العودة برقابة لاحقة على هذا القانون إذا ما تمت التعديلات بشكل لا يحقق طلبات المحكمة الدستورية العليا. مشينا بقى في الخطوات دي، نفذناها خلاص. يبقى ما فيش رقابة لاحقة، تنغلق الرقابة اللاحقة. تمام. هذا نوع من أنواع الرقابة السابقة لجأ إليه المشرع الدستوري في الدستور الأخير عشان يدي استقرار لتشريعات بتسفر عن مواقع سياسية رصينة يجب أن تتمركز في مواقعها، ما تكونش عرضة للعصف فيها بعد انتخابها بأن يبقى انتخابها باطل، زي مجلس النواب ومجلس الشورى ورئيس الجمهورية والمحليات وهكذا. طيب، أفهم من حضرتك جزئية إنه دلوقتي طلبت المحكمة الدستورية العليا عودة القانون لمجلس الشورى وإجراء التعديلات، وتمت التعديلات. إذا كانت هذه التعديلات لا تحقق طلبات المحكمة الدستورية اللي بناء عليها أصدرت هذا القرار، ماذا يكون الوضع؟ هو ده بقى النقطة اللي أنا عايز فعلا أتكلم فيها النهاردة. طبقا للباب الانتقالي انه اعمال التشريع بتاع مجلس النواب منوطه بمجلس الشورى بشكل مؤقت لحين انتخاب مجلس النواب. تمام. وبالتالي الذي عرض ليس مجلس النواب وانما مجلس الشورى، وبالتالي الطلب كان مقبولا، طلب العرض على الدستوريه كان مقبولا. يجي بقى للنقطه المهمه، انه طيب احنا عرضنا على الدستوريه والدستوريه قالت فيه 1 2 3 4 وهكذا. تمام. الدستوريه جاء الشورى عدل. هل الشورى كان المفروض انه يرجع بعد التعديل مشروع القانون للدستوريه ويقول لها انا عدلت مظبوط زي ما انت عايزه، ولا ما عدلتش مظبوط، ولا خلاص عدل يرفع القانون لرئيس الجمهوريه لاصداره؟ من وجهه نظري انا انه طبعا الدستور مش منظم دي، لكن يستلهم من العله بتاع النص. ان انا عله النص يعني دائما حينما تضيق صياغه النصوص عن انها تشمل كل معاني الفكر، ارجع لعله النص يريحني في التفسير. انا عملت العله بتاع ان انا بودي للدستوريه في رقابه سابقه ايه، وعن طريق هذه الرقابه السابقه بغلق الرقابه اللاحقه.
العله ان الدستور يخرج بدون عوار دستوري، وبالتالي طالما بدون عوار دستوري يبقى ما فيش مجال لرقابه لاحقه. ما خلاص احنا كشفنا عليه من البدايه، خلاص تمت المهمه، ما فيش معنى انها ترجع تاني تعلق على القانون. طيب العله دي تتحقق امتى؟ لما انا اقول المطلوب 1 2 3 4 5 وكدستوريه دي في عيوب، ويرجع للشورى، للتشريع، التشريع ينفذ، وارجع تاني اقول لها انا كده نفذت زي مقتضى قرارك ولا لا. لان وارد ايه بقى ان انا كتشريع اعدل وافرغ في التعديل محتوى التعديل، فياتي التعديل غير متوافق مع الدستور، يبقى انا في الحاله اللي زي دي لا مجال لعرض الامر على الدستوريه الا من خلال ان انا قبل ما اصدره ارجعه تاني للمحكمه الدستوريه. لكن مواد دستورنا الحالي اللي استفتي الشعب عليه وتم اقراره بتقول لا، خلاص هي المحكمه الدستوريه قالت تعليقاتها، ردت القانون لمجلس الشورى، مجلس الشورى اجرى التعديلات، وخلاص تم استثناء المحكمه الدستوريه من المشهد او تم اقصائها من المشهد. ما هي لا دي بقى اللي عايزه تفسير. لا ليه؟ لان المفروض ان انا ابديت وجهه نظر كمحكمه دستوريه، المفروض راحت للتشريع، التشريع عدل، المفروض يرجع لي تاني عشان انا اديله الاوكي النهائي قبل ما يصدر لرئيس الجمهوريه. طيب ما هو اللي هيحصل مش هو المفروض اللي حضرتك بتقوله اللي حصل مش كده. فالوضع ايه بقى بناء على ان المفروض ده مش موجود؟ طب افرض تعديله ده لا يحقق مقتضى قرار رئيس الجمهوريه، يبقى انا يبقى لا سبيل لذلك الا الرقابه اللاحقه. يبقى لا سبيل لذلك الا الرقابه اللاحقه. الرقابه اللاحقه اللي انا عايز اقول عمليه قضائيه. الرقابه اللاحقه منغلقه بنص الدستور حال استيفاء علة النص من العرض على الدستورية، ان انا بعرض عليها عشان تقول لي رأيها الدستوري وانا اعدل طبقا لرأيها، لكن ما اعدلش بطريقة تخالف رأيها. مين اللي هيقول ان انا ما خالفتش رأيها؟ هي تاني. طيب انا سؤالي في الجزئيه ديت، المحكمه الدستوريه تمارس بقى الرقابه اللاحقه بانه مثلا حد من الناخبين يطعن لكن اذا لم يطعن احد لا ما فيش، ينتهي دورها. لا ما هو اصل الرقابه اللاحقه دوما تاتي مساله قضائيه صرفه، بتيجي من خلال دعوه امام القضاء. القاضي يرى من تلقاء نفسه ان هناك عوار دستوري، او ان احد المتخاصمين يدفع بعدم الدستوريه، والمحكمه ترى جديه في دفعه وفي اسباب دفعه، فبتوقف السير وتقول له روح ارفع. لا عايزه افهم جزئيه القاضي يرى من تلقاء نفسه انه ما زال هناك شبهه عوار. يعني قضاة المحكمه الدستوريه من حقهم بلا لا وجود. مش الدستوريه، امال اي قاضي الموضوع. يعني حضرتك في متخاصمين في دعوه امام اي محكمه، انا بتكلم بشكل مطلق. لا يعني الجمله ديت في حال قيام احد برفع دعوه. اوكي. انا تصورت من تلقاء نفسه انه بلا دعوه مرفوعه. لا دعوه امام المحكمه والقانون المراد تطبيقه على النزاع، اما ان القاضي من تلقاء نفسه يرى ان هذا القانون فيه عوار دستوري، او احد المتخاصمين بيقول له القانون دوت فيه عوار دستوري عشان كذا كذا كذا، فان وجد جديه فبيوقف السير في الدعوه ويرفع الدستوريه. هنا بقى بعض القضاه هيقفوا امام هذه التشريعات زي قانون الانتخابات ده، في رقابه سابقه وتنغلق الرقابه اللاحقه. طب يا ترى لو اترفع امامي دعوه ودفع بعدم الدستوريه، هاخد بوجهه النظر انه خلاص قضي الامر بالنسبه للدستوريه وقالت رايها وخلصنا، ولا لان الشورى غلط وما قعدش الموضوع على الدستوريه بعدما اجرى تعديلاته كي تقول الدستوريه كلمتها الاخيره قبل لحظه الاصدار؟ يعني المفروض طبقا للفهم الصحيح ان الدستوريه يبقى اخر عمل بتعمله قبل الاصدار، تقر هذا القانون قبل ان تتم العمليه الانتخابيه ويتم. لا اقصد قبل الاصدار. يعني انا التشريع عمل مشروع واداه للدستوريه، الدستوريه قالت انا ليا ملاحظات، رجع للتشريع عمل التعديل، المفروض يوديه تاني للدستوريه عشان تقول التعديل تم وفق مقتضى اللي اقصده ولا لا. ايوه، ما احنا بنتناقش في ظل المفروض بقى يا سياده المستشار، احنا بنتناقش في ظل ما يمليه علينا الدستور، مش في ظل المفروض انها ترجع، لكن الدستور لم يقر هذا، وبناء عليه
المواد اللي تم تعديلها، هل بترى حضرتك من وجهة نظر القانونية انها تم تعديلها بالشكل الذي انهى شبهة العوار القانوني لا. تماما؟ لا ده لسه كنت في عدا هكمل السياق. طب نقطتين. اشرح لنا بقى بالتفصيل. هو بدأ في نقطة، يعني الدستورية اتكلمت في عملية تعريف العامل. قالت ان القانون عرف العامل من يتقاضى اجر بما الدستور قايل الذي يتقاضى اجر هو من يعمل لدى الغير مقابل اجر بسبب عمله لدى الغير. القانون لما جه قال هو من يعمل، قال نفس العبارة دي واضاف ليها ويعتمد بشكل اساسي على اجره من عمله اليدوي او الذهني في مجال الزراعة او الصناعة او الخدمات. فهنا الدستورية قالت له انت هنا القانون الدستور اتى بتعريف للعامل مطلق. فلما تيجي انت تقيده تقول يعتمد على عمله على اجر بشكل اساسي، يبقى انت قيدت وخرجت نوع من العمال بيشتغل بيبقى عامل لكن ما بيعتمدش على اجره من شغلته بشكل اساسي. يعني ايه الحكمه في انك تأيد بتقول بشكل اساسي؟ ايه الفزلكه دي؟ ما الدستور لو هو عايز كده كان قال في النص، لكن الدستور اطلق الحكايه. اتنين، انت برضه لما بتقول بشكل اساسي على اجره، يعتمد بشكل اساسي على اجره من عمله اليدوي او الذهني في مجال الزراعه او الصناعه او الخدمات، يبقى انت حصرت العماله في هذه المجالات، وهناك نوع من العماله اخرى يخرج عن هذه المجالات، فانت ايضا وضعت قيد في الامرين. فانت المفروض تلتزم بحرفيه الدستور اللي هو الذي يعمل لدى الغير مقابل اجر، وتسكت. وده الشورى طبقها مظبوط. النقطه الثانيه اللي ما طبقهاش مظبوط اللي هي حته الاعفاء من الخدمه العسكريه. العداله هم النقطتين اللي عليهم كلام، اللي هي بتاعه التجنيد واللي هي الدوائر الانتخابيه، تقسيم الدوائر الانتخابيه. المشرع بيتكلم على في الماده 113 على شروط العمليه الانتخابيه والتقسيم في الدوائر على اساس معامل العداله العدديه بين الناخبين، بين النواب فيما يمثلونه بحسب من عدد من الكثافه السكانيه. الكثافه السكانيه في المطلق ولا الكتله التصويتيه ومن لهم حق التصويت؟ تصدقي بحييكي قوي اشكرك سؤالك ده، والله العظيم ده كلام الجد، لان النص بيتكلم عن السكان. القرار بتاع الدستوريه لما جاب النص وقال انه بيتكلم عن السكان قال الناخبين، ما قالش السكان. يعني تفسير الدستورية وهو حقها لعبارة النص الدستوري العدالة بحسب الكثافة السكانية أن المعني بها الناخبين. يعني وهو بالفعل ده اللوجيك المنطقي. يعني افرض أن عدد سكان في محافظة مليون وعدد الناخبين 200,000، إذا أنا بتكلم على عدد الناخبين، أنا مالي ومال المليون، ماليش دخل بال800. أنا ليا دخل بأن هم الناخبين المقيدين في هذه المحافظة هم ال200، وبالتالي المحافظة الثانية فيها 300 ناخبين وسكانها 2 مليون، ماليش دخل بالسكان، ليا دخل بالناخبين. فهي المحكمة الدستورية قالت إنه وضعت هنا أساسين أو معيارين. معيار أول قالت إنه يجب المساواة بين الناخبين فيما يمثلونهم النواب فيما يمثلونهم من ناخبين. يعني ما يجينيش داخل البرلمان نايب جايب بعدد ناخبين 50,000 ويتساوى مع نائب معاه 100,000 عشان ياخد الكرسي، عشان ياخد الكرسي. فهو وقال انا مش مقصود بالحكايه دي المساواه الحسابيه المطلقه، لان دي عمليا مستحيله، وانما المقصود ان انا اعمل متوسط من مجموع الناخبين على مجموع النواب، واخد المعامل الوسطي المعقول. يبقى كام؟ يبقى بالتالي الاقل منه بشويه او اكتر منه بشويه مش هتفرق قوي. يعني اديها بقى بمثل حسابي عشان ما حدش يفكر ان احنا بنردد العبارات بلا فهم. يعني
لو انا عندي عدد الناخبين في جمهوريه مصر العربيه 54 مليون، وعندي البرلمان 500 نائب 540، يبقى كل 100,000 بيمثلهم كرسي ونائب نائب. يبقى بالتالي لو في نائب تمثل ب 90 95 ونائب تمثل ب 110 يبقى الحكايه معقول. قريبه. لكن مش نائب يجي جاي لي بعدد ناخبين 20,000 ونائب يجي لي بعدد ناخبين 150,000. يبقى هنا المعامل المتوسط بين ما بيحققش العداله. ما بيحققش العداله. النوع الثاني اللي هو المحافظات. التمثيل المتكافئ. طيب انا استاذن حضرتك في المحافظات. استاذن حضرتك نطلع فاصل عشان ضيفنا وصل ونستكمل على الهواء. خليكم معايا. طيب اتفضلي. على الهواء من جديد بنستكمل حوارنا مع حضراتكم وكلام جريء، وبنرحب بضيفنا اللي لسه مشرفنا استاذ محمد يوسف عضو اللجنه التشريعيه بمجلس الشورى. اهلا بحضرتك ضيف عزيز علينا. نستكمل النقطه مع حضرتك سياده المستشار وننتقل بالحوار بقى استاذ محمد. اتفضل. فيما يخص بقى المساواه في بين المحافظات. القرار ضرب مثل بمحافظه دمياط واسوان. فقال مثلا على سبيل المثال دمياط 1,254,971 صوت وبيمثلها 12، في حين ان اسوان 340,000 وكسور بيمثلها 4 في القايمه و2 في الفرد، يعني بيمثلها توتال 6. وضرب مثل اخر بجنوب سيناء ان تعدادها 160,000 وانه بيمثلها 4 في القايمه و2 في الفرد، يبقى 6. فيبقى ازاي 1,300,000 متساويين ب 160,000 ب 160,000 في عدد المقاعد. في طبعا هنا يعني اعتقد اخواننا في مجلس الشورى فكروا في حته انه لو عمل المساواه طبقا لكلام الدستوريه بالانتقاص هيبقى مس بالحقوق المكتسبه. فهو لجأ لحل انه يعمل المساواه بالزياده حتى لا يمس بالحقوق المكتسبه. طيب نسمع فزود عدد المقاعد الى 546، ولكن بالنسبه لتوزيعها بقى على المحافظات اللي محتاجه توزيع هي دي اللي محل كلام من بعض. طيب نسمع من حضرتك بقى يا استاذ محمد التعديل اللي تم اجراؤه في هذه النقطه تحديدا، تقسيم الدوائر الانتخابيه والمعامل الذي يحقق العداله من عدد الكراسي او عدد النواب وعدد الناخبين او من لهم حق التصويت في الكتله التصويتيه. هو يعني بسم الله الرحمن الرحيم. هو في البدايه انا عايز ابدا من حيث ما انتهى سعاده المستشار. هو قال فعلا انه تم زياده عدد المقاعد عشان نحقق قدر الامثل لنسبه التناسب. احنا لا يمكن نحقق توزيع عدل مطلق ما بين المحافظات فيما يتعلق بعدد السكان، لانه التوزيع يجب يكون على امرين، في معيارين اتخذوا: عدد السكان والجغرافيا، مساحه المحافظه. فعشان نعمل تعادل تام مطلق كان يبقى شبه مستحيل، فاخذنا بقدر من الموائمه بحيث تحقق عدل وتناسب ما بين المحافظات اللي كانت عدد زي محافظة جنوب سيناء 6 أعضاء بيمثلوا حوالي 160,000. ده فعلا لو قارناها بمحافظات أخرى هنلاقي أنه عدم تناسب مطلق. ولكن هذه المحافظة أصبح حق مكتسب ليها أنه بيمثلها فعلا 6 أعضاء، 6 نواب. فاضطررنا إلى فكرة الزيادة في العدد العضويه علشان نحقق التناسب، بحيث ان احنا ندي المحافظه اللي عدد سكانها اضعاف هذا العدد بنديها عدد اكبر من الاعضاء من العضويه. فكان التوزيع كانت عمليه شاقه جدا في حكايه التوزيع، وكانت بتشترك فيها معانا تقريبا كل الوزارات، وزاره التنميه الاداريه، الاداره المحليه، وزاره العدل، كله كان بيشترك، وزاره الداخليه، كان كله بيشترك في المساله دي، لانه كان يجب ان احنا نوصل لحل امثل يحقق المعادله اللي قالتها او اللي قالها الدستور وطلبتها المحكمه الدستوريه العليا. فكان التوزيع بالنسبه للعدد كان احنا شفنا ان في محافظات، وقبل ما نبعت القانون كان في محافظات مظلومه.
القانون في حد ذاته او توزيع الدوائر الانتخابيه في حد ذاته، احنا لما جه القانون عشان يتعمل ما غيرناش فيه، خدنا القانون اللي قائم او التوزيع اللي قائم اثناء على اللي تم على اساسه الانتخابات السابقه ووضع كما هو، يعني دون تغيير، ووضع كما هو، لانه كانت المساحه دي او الوقت ده محتاجه وقت في توزيع، محتاجه وقت طويل، وكان احنا مفترض ان احنا نبعت القانون ده في خلال مده معينه الى المحكمه الدستوريه، فارسلناه، ولكن تم تشكيل لجنه مصغره للاعداد لتوزيع الدوائر من جديد لحين ورود القانون مرة أخرى من المحكمة الدستورية إذا علقت على هذه الجزئيه. فلما جه فعلا التعليق من المحكمه الدستوريه كان الامر تقريبا شبه اقرار بس ما تم عمله في خلال لكن كنتوا جاهزين بخطه بديله او بتعديل بديل يلغي العوار من البند دوت، ولا هنبقى معرضين انه تتم العمليه الانتخابيه ويظهر المجلس وبعدين يطعن احد بعدم الدستوريه او بشبهه عوار في بنود قانون الانتخابات ونرجع تاني للمربع صفر ونعيد تاني نفس الكره اللي حصلت في المجلس السابق؟ شوفي انا هقول لحضرتك حاجه، انا قلت يمكن اشترك في الموضوع ده مع اللجنه المصغره المشكله في مجلس الشورى من وزاره العدل، مندوبين من وزاره العدل، مندوبين من وزاره التنميه الاداريه، مندوبين من وزاره الداخليه، مندوبين من الاداره المحليه. كل دول كانوا مشتركين في وضع محاوله ان احنا نصل الى نتيجه توزيع عادل لكل زي ما قلت لحضرتك جغرافيا وسكان. فحاولنا بقدر الامكان، لكن لم يكن وعلشان كده اي قانون بيتعمل عشان يحقق عدل مطلق لازم يكون فيه سبل طعن عليه. احنا مش هقول لحضرتك ان في القاهره مثلا، القاهره من المحافظات اللي كان بيمثلها عدد 54 وصلت دلوقتي ل 64 تقريبا او 64. القاهره عدد سكانها لو ظلمت برضه في التوزيع. طبعا هي ظلمت في التوزيع، ظلمت في التوزيع القاهره، ومع ذلك ده نقدر نقول ان هو الامثل، ولكن ما نقدرش نقول ان حققنا كده عدل مطلق ما بين المحافظات. صحيح. للاسف احنا وقتنا خلاص، بيقولوا لي خلاص هيقطعوا علينا، مع ان كان في العديد من النقاط اللي حابين نتكلم فيها. وانا كنت نفسي اتكلم في حاجات تانية كتير، في تعليقات كتير عليها حوالين كلمه استثنية والتجنيد والكلام ده كله، فكان لكن للاسف قدر الله ما شاء فعل. شرفتنا استاذ محمد يوسف عضو اللجنه التشريعيه بمجلس الشورى، وشرفتنا جدا المستشار كمال الاسلمبولي الفقيه الدستوري. شكرا لكم، شرفتونا ونورتونا. مشاهدينا في كل مكان، يجب عدم يعني اللي هيقاطع يعرف ان هو بيضر بلده، اللي بيحب بلده لازم ينزل ويحدد موقفه، عايز مين يمثله عشان ما يجيش بعد كده يبكي على اللبن المسكوب ويظهر مجلس هو غير راضي عن ادائه او راضي عن نوابه. شكرا والى اللقاء.